هل سيسير الظالم في النور يوم القيامة أم سيسير في الظلام؟ والإجابة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله: إياكم والظلم، فإن الظلم هو ظلمات يوم القيامة. يعذب في الظلام ويمشي في الظلام ويبعث في الظلام، فيكون العقاب مضاعفا معنويا. إياكم والظلم، أو إياكم والظلم، فإن الظلم هو ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحش، أيضا يحذر من أن يكون الإنسان فاحشا في لسانه بذيئا. وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش. وما ربنا ما يحبش حد يبقى هيدخله النار، وهذا أسلوب توكيد. وإياكم، هذا أسلوب تحذير وتوكيد. وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، اللي بيحاول يتعلم كمان الفحش. وإياكم، شوف تحذير النبي أيضا: وإياكم من الشح، لا تكن بخيلا ولا شحيحا، فهؤلاء ثلاثة لا يحبهم الله: الظالم يمشي في الظلمات، والفاحش والمتفحش، والرجل الشحيح. والشح فإن الشح دعا من كان قبلكم. البخل خلى الناس قبلكم اتعاركوا على جنيه و5 جنيه، ورفعوا السلاح على بعض، و100 جنيه و1000 جنيه، وقتل بعضهم بعضا. فإياكم والشح، فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه ابن حبان في صحيح والحاكم. سأقول الحديث مرة أخرى بنصه دون تعليق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إياكم والظلم، فإن الظلم هو ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش. وإياكم والشح، فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والحديث حسن، أخرجه ابن حبان في صحيحه. اللهم انصر إخواننا الذين خذلناهم، ولا تجعلنا من الظالمين ولا من أهل الفحش، ونعوذ بالله أن نكون من أهل البخل أو الشح. اللهم اصلح أحوالنا، وانصر إخواننا، واصلح زوجاتنا، وابعثنا على لا إله إلا الله.